اهلا بيكم في مرتفعات ايدر. اسمه نهر العاصفة. احنا وصلنا يا جماعة سويسرا بس في تركيا. اسم الشلال ده اتسمى على اسم الناس اللي عايشين في المنطقة دي، هم اسمهم اسكي توغلو. المنظر بجد وهمي هنا، تحفة فعلا فوق الخيال. تخيلوا تباتوا مثلا في زعفران اوتيل اللي موجود هناك ده، ويبقى ده الفيو بتاعكم. والله الشوارع مبهجة، الشوارع فعلا مبهجه والله. ايا كان القهوه طعمها ايه، هو مبسوط. بس الحمد لله القهوه التركي هنا طعمها في خيالي. بدانا يومنا في منطقه ريزا، ودلوقتي احنا عند اول مكان هنزوره وهو شلال اسكي توغلو. مش عارف انتوا شايفينه لسه ولا لا، بس يعني احنا بنتحرك قدامه اهو. الشلال هناك، دي المنطقة اللي حوالين الشلال. أماكن كتيرة بقى ممكن تقعدوا فيها، زي كافيهات صغيرة كده، أماكن ممكن تجيبوا منها قهوة، آيس كريم، شاي، أي حاجة عايزين تاكلوها، حاجات زي كده. وبعد كده بقى تقدروا تطلعوا السلالم اللي هناك دي علشان تنطلقوا وتروحوا تبصوا على الشلال. وده اللي احنا هنعمله. أول حاجة هنعملها هي طبعا احنا نروح نتفرج على شكل الشلال. طبعا يعني ما ينفعش نعوم هنا، مجرد شلال بس الناس بتتصور معاه. خلينا نروح نبص عليه. في برضو المراجيح دي هنا لو حد اللي هو ايه عايز يركب المرجيحة دي، بس يعني مش من الحاجات اللي انا بفضلها بشكل عام. يعني ادينا طالعين سلالم الكاوتشات، يلا بينا علشان نوصل للشلال. شلال اسكي توغلو. اللي انا عرفته ان اصلا اسم الشلال ده اتسمى على اسم الناس اللي عايشين في المنطقه دي، هم اسمهم اسكي توغلو، فالشلال اتسمى اسكي توغلو برضه. واحنا قريبين جدا من مزارع الشاي حوالينا في كل حته هنا في ريزا. ادي الشلال اهو يا جماعه. يعني شلال مش هو طبعا عالي، يعني بصوا نازل منين وبتاع، ولكن مفيش بحيره مثلا مخصصه للسباحه لان هو مش بيملى اي حاجه، هو مجرد نهر ساري من هنا لهناك وبس. يعني ده نسبيا الشلال. اول محطه لينا النهارده هنزورها في ريزا، وهننطلق من ريزا كمان نروح قريه ايدر. فخليكم معانا في اليوم النهارده طويل في رحله استكشاف شمال تركيا. وصلنا واحد من اشهر الانهار اللي موجوده في ريزا، هو النهر اللي قدامنا ده، اسمه نهر العاصفه. تمام، بالعربي يعني اسمه نهر العاصفه. والنهر ده يا جماعه طوله 57 كيلو، وهو بينزل في البحر الميت على طول، حرفيا طول السنه. المهم يعني النهر ده ايه المهم فيه او ليه الناس بتيجي هنا؟ طبعا اول سبب هو ان الناس بتحب تيجي مثلا تقعد في الاكواخ والكافيهات اللي موجوده على شمالنا هنا، تقعد تتفرج بقى على النهر وجمال النهر وكل الكلام ده. في ناس بتحب تيجي ان هي تقعد هنا اصلا، يعني تبقى مأجره كوخ مثلا او حاجه وتقعد تقضي ليله قدام النهر او حاجه زي كده. واخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره الصراحه هي الزيب لاين اللي موجود هنا ده. في زيب لاين على مدار النهر كله، وفي كذا مكان بيعمل الزيب لاين ده. ورابع حاجه وهي الاخيره وهي رياضه الرافتنج. ناس كتيره قوي بتعمل رافتنج في النهر ده، مشهور جدا بالرافتنج. التيار بتاعه ممتاز الصراحه للرافتنج. ممكن يكون يعني سنه خطر في حتت معينه زي مثلا الجزء اللي هناك ده، صخور كتير وحاجات زي كده، ولكن هو من اشهر الانهار هنا في ريزا، او يعتبر النهر الوحيد فعلا اللي بيتعمل فيه كل الفعاليات دي، رافتنج، زيب لاين. ناس ممكن تقعد هنا في الاكواخ تأجرها بالليله وتقعد تستمتع بالاجواء بتاعه النهر وكل الكلام ده. فالمنظر الصراحه بتاعه بيكون خطير. فده المنظر بتاعه. في كافيهات كتيره جدا ممكن تقفوا عندها هنا، تحفه الصراحه. هنا مثلا بتكون الاعدادات او المكان اللي بيحضروكوا فيه عشان تعملوا الزيب لاين. هنا بتبداوا الزيب لاين بتاعكم، وبعد كده بتوصلوا للناحيه الثانيه هناك، وبعد كده بترجعوا تاني.
يعني تخلصوا الزيب لاين رايح وبعد كده ترجعوا تاني. ولكن يعني الزيب لاين لذيذ لناس اول مره تجرب الزيب لاين، ولكن هو مش زيب لاين يعتبر يعني اكشن قوي. الانكلاينيشن بتاعه مش عالي او درجه الميول بتاعته مش عاليه، فيعني يعتبر زيب لاين عادي. الفكره فيه بس ان هو الفيو بتاعه حلو الصراحه. يعني عندكم هنا فيو النهر، فيو الخضار والجبال الخضراء الجميله اللي ورانا دي، الصراحه المنظر وهمي. وهي برضه في المكان ده او الاماكن دي بشكل عام، لان في منها كتيره جدا على النهر. في بقى المراجيح اللي بالشكل ده طبعا بتبقى بتتمرجح بعلو رهيب، يعني العلو بتاعها بيبقى جامد جدا، فبتبقى اكشن شويه الصراحه، ومش كل الناس هتبقى قادره ان هي تجربه. جماعة أنا والله مش مستوعب الجمال. يعني أنا حاسس بجد إن أنا في سويسرا. يعني أدي البقر حوالينا أهو، وأدي الجبال والخضار في كل حتة. هو في إيه؟ إيه الجمال ده؟ إزاي دي مش معروفة كده لكل الناس؟ مش ناس كتير خالص بتيجي هنا، وحتى اللي بيجي زيارة، بيجي حاجة سريعة. لا، انت لازم تيجي وتبات هنا، تقعد وسط الخضار هنا كده، ما تعملش حاجة، تقعد تتأمل في خلق الله، تتأمل في الطبيعة والجمال، تتفرج على البقر وهم بيلعبوا مع بعض. مش طبيعي بجد الجمال، والله بجد ما طبيعي، مش ممكن. سبحان الله، سبحان الله. فعلا 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 ما ينفعش تفوتوا المكان ده نهائي، ما ينفعش. لو انتوا جيتوا الشمال بتاع تركيا وما جيتوش ايدر، اعرفوا ان انتوا بجد فاتكم كتير قوي قوي قوي. مش بس كده، دي تعتبر غلطه كمان ان انتوا ما جيتوش هنا. بصوا البقره دي كانت هتهاجمني تقريبا متضايقه مني، مش عارف ليه، بس هي حامل. بقره كيوت، مش عارف ليه متضايقه مني، عندها قرنين. انا هبعد عنها عشان شكلها يعني مش حباني، مش عارف ليه. مش ممكن يا جماعه، الجمال اللي هنا خرافي فعلا. بصوا الناس كلها قاعده مثلا هنا على الجناب بتستمتع بقى بالفيو الرهيب بتاع الجبال اللي بتلج. هناك دي في جبال عليها تلج، في فوق هنا جبال عليها تلج، والمنظر بقى بتاع الاشجار والتلال اللي موجوده حوالينا والجبال خرافي 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 بجد، مش طبيعي. هنستكشف الحي او القريه الصغيره بتاعه مرتفعات ايدر مع بعض. الشمال بتاع تركيا وهمي بجد، الشمال بتاع تركيا وهمي، وفعلا محتاج رحله كامله لوحده لاستكشاف الشمال التركي. القريه دي للاسف انا قاعد فيها ساعات قليله جدا، ولكن انا نصيحتي فعلا لو انتوا هتيجوا هنا مش اقل من ليله ليلتين يا جماعه بجد، عشان تستمتعوا بالجمال ده، تستمتعوا بجد بالمناظر الطبيعيه الخرافيه اللي حوالينا. كل دي اماكن ممكن تباتوا فيها، كل دي كافيهات واماكن واكواخ وحاجات زي كده ممكن تباتوا فيها. تخيلوا تباتوا مثلا في زعفران اوتيل اللي موجود هناك ده، بيبقى ده الفيو بتاعكم كل يوم. صاحيين شايفين البقر الصغير الجميل ده، او مش صغير يعني، هو كبير. كان في البقره دي كانت هتعجبني اصلا. شايفين بقى كل المناظر الطبيعيه الوهميه دي، قاعدين معزولين عن العالم كله. فعلا فعلا سبحان الله على الجمال. بصوا بصوا كمان الزهور اللي هنا، شويه زهور فاضله من اجواء الربيع، منظر بتاعها بجد وهمي. كل حاجه هنا بجد وهميه، يعني انت تحسوا ان انتوا بجد في حلم، والله تحسوا ان انتوا بجد في حلم. مكان فعلا خرافي ومش طبيعي. بس قاعدين اهو في امان الله، والبقر قاعد بياكل حوالينا من الزرع اللي موجود في الارض. حاطين لهم جرس في رقبتهم، جمال قوي ما شاء الله. اهم حاجه بس ما تلمسوش يا جماعه البقر ده، لان هو يعني هو في حاله، بيعملش اي حاجه لاي حد في حاله. بس لو انت قربت منه، يعني لو قربت منه هي ممكن يهاجمك، لان ده حصل معايا، حصل مع كذا حد من الناس اللي حاولت تقرب منهم او تحس عليهم او كده. فطول ما انت هنا خليهم براحتهم، هم كده كده دي ارضهم، هم ياكلوا هنا، هيعملوا اللي هم عايزينه، ولكن ما ترخمش عليهم، دي اهم حاجه يعني.
عشان لو رخمت عليهم ممكن يهاجموك، وما شاء الله عندهم قرون جامده. فيعني ربنا معاك بقى لو انت اتهاجمت، يعني ده يبقى رزقك بقى. بصوا يا جماعه جمال القريه، جمال المرتفعات في ايدر، مش ممكن الجمال. محتاجين كوبايه قهوه حلوه، والله محتاجين كوبايه قهوه حلوه فعلا. سبحان الله على الجمال. أتجول حاليا في الشوارع بتاعة مرتفعات أيدر. يا جماعة حتى الشوارع والله العظيم شكلها جميل، يعني بجد كل حاجة هنا فعلا شكلها جميل قوي. هي دي ايه دي حاجة مشهورة صح؟ رز بلبن والله العظيم. بس هم يعملوها بطريقة مختلفة؟ مختلف. والله بيبيعوا رز بلبن هنا وشوية حلويات. بس اللي خدنا بالنا منه الصراحة ان طبعا الاسعار هنا يعني سياحية، فيعني ما تتوقعوش ان الحاجة هنا طبعا هتبقى رخيصة، يعني توقعوا ان الحاجة هنا تبقى اغلى من الطبيعي خالص عشان يعني المكان اللي احنا فيه. فلو بالنسبة لكم مكان يستاهل اكيد هتدفعوا، بس يعني هتقعدوا بقى، يعني انا انصحكم تباتوا الصراحة. والله الشوارع مبهجة، الشوارع فعلا مبهجة والله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني تخيل انت قاعد في كوخ من الاكواخ دي، هيبقى المنظر خطير. بص في الاكواخ اللي تحت الصغيره دي برضو، لا جميله 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 ايدر فعلا، يعني وهميه يعني. انا فعلا لما اجي هنا تاني لا يعني هبات، لازم ابات هنا، يعني ليله على الاقل، على الاقل اقل حاجه ابات، يعني حق المشوار. يعني الواحد جه المشوار ده كله مش هيبات في الاخر، يبقى لا مش تفكير ذكي. بس يعني علشان يبقى عندكم حريه شويه في كل حاجه عامه، الاحسن ان انتوا تاجروا عربيه عشان الموضوع يبقى بالنسبه لكم سهل. تأجير العربيه هنا برضو يعني على حسب طبعا العربيه اللي انتوا هتأجروها. حاسس ده ممكن يبقى تمام. يمكن. How much is the coffee? Turkish one? 100 100 ليرة. and chai؟ 30. الشاي ب 30 والقهوه ب 100. ماشي. تاخد حاجه من هنا؟ عايز انهي؟ سميطه؟ اي سميطه ماشي. and سميت how much؟ 25. 25؟ اوكي. اثنين and this one same؟ 25. اوكي and this sorry 30. اوكي 300 سوري 300. اوكي. والله ب 300. yeah okay two سميت اوكي okay and two chai اوكي هي one okay or Two سميت. what this one yeah تمام. okay thank you. خلنا نقعد هنا او استنى كده. Yeah, there you are. You have Turkish coffee, right? So, okay, so one chai, one Turkish coffee. Sorry. هو لازم قهوة في المكان ده الصراحة، ما ينفعش. يعني على قد ما المكان بسيط بيبيع سميت وقهوة وشاي وحاجات بسيطة كده، ولكن يعني القعدة بتاعته بمليون دولار بجد. دي قعدة تساوي فلوس كتيرة قوي الصراحة. فيعني الناس دي ممكن تبص لهم عايشين في قرية وبتاع، بس انا بكره حياة المدينة، بجد بكره حياة المدينة. انا بالنسبة لي اقعد هنا كده ويبقى حياتي في مكان زي ده في الهدوء والسكينة، يعني احلى 100 مرة من انت تبقى قاعد في المدينة والصداع والزمامير لا. نجيب القهوة وشفتوا الاسعار اهو، يعني في اماكن اسعارها تعتبر كويسة عادية، واماكن تانية اسعارها يعني مرتفعة جدا الصراحة. فيعني ادينا بنستكشف مرتفعات ايضا. من الحاجات اللي لاحظتها عامة في تركيا بشكل عام والمناطق السياحية الزيادة قوي، ان هم معظمهم ابتدوا يعرفوا الكلمات العربية علشان يتعاملوا مع العرب، عشان احنا كتير جدا هنا، فعارفين مثلا الارقام، اللي هو لما تيجي تسأل مثلا على سعر حاجة ممكن تلاقيه بيرد عليك بالعربي يقول لك السعر، على الرغم ان هو تركي مثلا او حاجة، ولكن هيرد عليك بالسعر يقول لك 100 25 200 150 ايا كان بقى، هتلاقيه بيقول لك السعر والرقم. وهتلاقيهم عارفين مثلا شكرا اهلا تعالى حاجات زي كده، هتلاقيهم عارفين بعض الكلمات البسيطة. فيعني حاجه لذيذه الصراحه. انا يعني فاهم ان ساعات الناس بتبقى عندها مشاكل اصلا في اللغه، حاجه زي كده المفروض ان هي بتسهل كمان التعامل. وصلنا السميت والقهوه والشاي مع الفيو الخطير اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي يا جماعه. يعني ايا كان القهوه طعمها ايه انا هبقى مبسوط، بس الحمد لله القهوه التركي هنا طعمها
في خيالي. بس المنظر ده ب100 علشان تبقوا عارفين، بس ده ب25 وده ب30 علشان تبقوا عارفين الاسعار عامه. كل ده بالليره اكيد مش دولار يعني، مش عايزين، مش هنهزر. عن طريق بقى وانتوا راجعين من مرتفعات ايدر هتلاقوا الجسر ده. بصوا يا جماعه الجسر ده الناس بقى بتقف هنا فوق بالظبط وتتصور مع الجسر. بتاع الجسر لذيذ يعني، وانتوا راجعين من مرتفعات ايدر ممكن تعدوا عليه، تقفوا هنا دقيقتين تتصوروا وتكملوا الطريق بتاعكم. ووصلنا المدينة الأساسية يا جماعة اللي بنتحرك منها وبنطلع لكل الأماكن اللي في الشمال التركي. بيكم في طرابزون. احنا حاليا في الميدان، يعني هنبص على الميدان مع بعض كده، نشوف التمثال اللي موجود هناك. التمثال ده شبه قوي يا جماعه المناطق اللي موجوده في اسطنبول، يعني لو تبصوا كده شكل الارض، شكل الشوارع، الشكل قريب جدا للمناطق بقى زي مثلا تقسيم او شارع استقلال او كل الاماكن دي، فقريبه تعتبر يعني السيتي سنتر او المكان الاساسي اللي الناس تبقى قاعده فيه هنا. وبعد كده بتنطلق بقى للرحلات بتاعه الشمال التركي. ناخد لفه سريعه في الميدان وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعدها. وصلنا شارع أذون، يعني اتمنى اكون بنطقه صح، انا شفت الاسم على جوجل مابس. بس المميز في الشارع ده ان هو شبه قوي قوي شارع استقلال في اسطنبول. يعني بصوا كده المنظر يا جماعه، تحسوا بجد ان انتوا تمشوا في شارع الاستقلال عادي جدا. يعني لو انا ما قلتش انتوا ممكن تفتكروا ان انا في اسطنبول، بس انا في طرابزون. هو قريب جدا من ميدان طرابزون، يعني دقيقه مشي هتبقوا على اول الشارع، تخشوا بقى وتكملوا فيه. يعني انا اعتبر في نص دلوقتي، بقالي مثلا 5 دقايق او 10 دقايق بتمشى، وهو يعتبر يعني تقريبا ماشي 10 دقايق ربع ساعه لو انت مش بتبص في اي حاجه تانية. فيعني تمشيه لذيذه. ادينا اتمشينا رايح وراجع، نرجع تاني بقى للميدان لان في حاجه اساسيه ما اتفرجناش عليها هناك. وصلنا يا جماعه لنص الميدان، ورانا اهو يا جماعه مصطفى اتاتورك الرئيس بتاعهم اللي اسس الجمهوريه التركيه. ده الميدان بتاعه هنا في طرابزون، ده المنظر بتاعه هتقدروا انتوا تلاقوه على طول بسرعه ورا. شايفين هناك الجزء اللي هناك ده العلامه بتاعه طرابزون اللي كنا لسه عندها. حرفيا دقيقه واحده مشي وبكده يكون رحلتنا في الشمال التركي واستكشاف الشمال انتهت المره دي. تقدروا تشوفوا اول يوم ليا في تركيا من هنا.